استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. وعليكم السلام أبو سكينة. السلام عليكم كامل إخواني، مساء الخير. نعم، كما وعدتكم إطلالة صغيرة اليوم لنعود على أحوال المحترفين. تألق بالدرجة الأولى، لاعبين ربما الكثير كان يحقر فيهم وما كانش يستنى التألق تاعهم. ما نقولوش يحقرهم، يقولوا باللي ما عطاوهمش أهمية كبيرة كلاعب أسامة درفلو الذي سجل هدفه الخامس في البطولة الهولندية، ويوسف بليلي الذي أبهرنا بإمكانياته وإحصائياته الكبيرة التي يصنعها في قطر مع فريق قطر القطري. تصوروا الآن قطر القطري صعد وخرج من منطقة الخطر بفضل 6 أهداف يوسف بليلي سجلها في 4 مباريات فقط وتمريرتين حاسمتين. يعني كان في 4 مباريات كان 8 مرات حاسم بصنعه لهدفين وتسجيله ل6 أهداف. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على يوسف بليلي. أتمنى أن يواصل في هذا المنوال وأن لا يكرر ما حصل معه في الميركاتو الصيفي. الحديث كذلك على الناس اللي راهي تقول أن اللاعب بليلي يلعب في قطر. نعم، أوكي، يلعب في قطر. جمال بالماضي تألق كمدرب في قطر، بونجاح تألق كهداف كبير في المنتخب الوطني، أصبح يسجل أهداف كثيرة في قطر. إبراهيم ياسين يلعب في قطر، بطل إفريقيا. عدلان قديورة لاعب بطل إفريقيا يلعب في قطر. إذن خلينا من هذا الكلام الذي يقزم لاعبينا، وتعرفونني جيدا لا أحب هذا الكلام، لأني أحترم كل من نحترم كاع الناس، كاع اللاعبين اللي ينوضوا صباح ربي يدي كابو تاعو ويلحق الوقت لونطرينمون ويخدم السوايع تاعو كلاعب محترف. هكذا يا إخواني. إذن نفوت الآن للاعب أسامة درفلو. أسامة درفلو 8 مباريات كأساسي، سجل 5 أهداف وعنده 2 أسيست، يعني 7 مرات حاسم في فريقه. مهاجم جيد لا بأس به. نتمنى له أن يتألق أكثر وأن يطرق في أبواب المنتخب الوطني. تعرفون جيدا أن الناخب الوطني يتابع كل اللاعبين، وحتى درفلو هو في القائمة الموسعة. من لا يعرف أن درفلو كان مع المنتخب في النمسا للعب المباراتين الوديتين، فهو لا يتابع كرة القدم ولا يتابع المنتخب الوطني. يعني جمال بالماضي ليس عاطفي كما تتهموننا في بعض الأحيان، وليس بمدرب صغير حتى يستدعي لاعب كأسامة درفلو وما عندوش مكانته. إذا استدعاه في القائمة الموسعة وفي قائمة 26 واتصل به وجابه في النمسا كلاعب احتياطي، يعني أن جمال بالماضي شاف فيه يعني فيه بعض يعني يجي منه قادر يتكلم عليه. هكذا خوتي. دوكا نهضروا على إصابة بن ناصر. إصابة بن ناصر راكو غير إصابة بن ناصر. إصابة بن ناصر إصابة عضلية. تعرفون جيدا أنه خضع للراحة منذ أسبوع، ولكن أهمية مباراة اليوم يعني حتمت على المدرب أنه يستدعيه ويلعبه كأساسي. المدرب بيولي قال بصريح العبارة: ميلان آسي بدون إبرة وبدون بن ناصر ليس كميلان في حضور بن ناصر وإبرة. يعني لاعب يعني
عنده وزن ثقيل في الفريق. اليوم خلينا نحكوا على لاعب النصر. اصابته ان شاء الله اصابه ما تكونش خطيره جدا، هي اصابه عضليه تاتي بعد اجهاد كبير. تعرفون بالنصر لعب العديد من المباريات وكان عنده العديد من العديد من الريتم العالي مع ميلان، سواء في اوروبا ليج او في بطوله السيريا، وهذا ربما تسبب له في هذه الاصابه. اليوم الحمد لله اصابته ان شاء الله ليست خطيره وخطيره جدا، اصابه عضليه وفقط. اذا كان زاد اكثر تقدروا نقولوا 3 سمانات 4 سمانات ان شاء الله يعاود يرجع باذن الله. لاني اللاعب لما يدير اني فور ويخرج مكروشي ويحب يروح ومن بعد يحبس، صحيح انه فيه العضله ما نقولوش تقطعت ان شاء الله، ولكن تصاب اصابه ما فيهاش كلام، لازم يريح فيها راحه على الاقل 2 3 ان شاء الله، وهذا لا يقلق باذن الله. فيما يخص اللاعب جمال بالعمري هو في فريق كبير يا جماعه. شاهدتم اليوم دفاع ليون امام PSG، دفاع قوي، دفاع مستميت، يلعب بمواصفات جمال بالعمري. ما تقدرش تنحي دنيار ولا تنحي مارتشيلو ولا مانداس هذاك اللي يلعب سنتينال وخرجوا نداري يلعب كذلك مدافع ثالث كي يلعبوا ب3-5-2. صعب جدا انك تاخذ مكانه في ليون، ولكن جمال بالعمري يعرف اش راه يدير. اذا شاف انه مكانته في المنتخب الوطني في خطر، يعرف واش يدير، ما تقلقوش عليه. صحيح كمناصرين وكمحبي المنتخب الوطني نريد ان يكون جاهز، نريد ان يكون له وقت لعب في رجله، ولكن ان شاء الله من مارس امور كثيره قد تحدث باذن الله. فيما يخص اللاعب الكبير، والله سعيد بن رحمة ما شاء الله، سعيد بن رحمة ما شاء الله، أداء جيد، أداء كبير لمن يفهم كرة القدم. طبعا لما تشوف الخفة وتشوف اللمسة التقنية في فريق ويست هام، لا يستطيع أن يأتي بها إلا سعيد بن رحمة. إجماع في إنجلترا أن بن رحمة يأتي باللمسة السحرية ماجيك توش تاع اللاعب سعيد بن رحمة، الذي رأيناه كيف يستطيع أن يغير رتم اللعب، رتم اللقطة. تجي تخرج الكرة بالعقل وبعد كده تخرج له يقلع كودران، يقلع يخرج واحد جوار وحده ولا يروح في العمق وحده هو بالكرة. إذن علينا أن نفهم أننا عندنا لاعبين الحمد لله ما شاء الله في فورمة جيدة، وهناك من عليه أن يرجع كاللاعب أدم الناس، عليه أن يربح بعض الوقت. شفنا كذلك لاعبين كأسامة درفلو يتألق في هولندا، نشوف كذلك اللاعب الجيد الذي رأيناه اليوم أمام بورتو نوف الخاسف، كان عنده أداء جيد ما شاء الله، ظهير أيسر ممتاز ويلعب بنزعة هجومية كذلك. شفنا عودة غلام كأساسي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عاد على الجهة اليسرى بأداء ليس ممتاز، ليس غلام 2017 2016 قبل الإصابة، ولكن شفنا ثقة كبيرة في الناس، شخصية، حضور قوي مع الفريق، رغم أن هناك ميرتنز، هناك انسينيي، هناك زيلينسكي، إلا أنه الكرة الثابتة يحكم الكرة ويلعب صحابه ويطلع ويدوموندي، تسمى حاضر في فريق نابولي. يحتاج فقط للرجوع إن شاء الله لمستواه البدني والريتم المباريات في السيري آ وأوروبا ليج، إن شاء الله يكون عنده غلام إن شاء الله كلمة في فريق نابولي. بالنسبة للمنتخب الوطني لا خوف على المنتخب الوطني على الجهة اليسرى، هناك لاعبين جيدين، خاسف، بن سبعيني، فارس، حتى حماش، الحمد لله كاين لاعبين لا باس بهم ان شاء الله قادرين، وبلا ما نساو الياس شتي كذلك في لاعبين لا باس بهم على الجهة اليسرى. هذا فيما يخص اللاعبين اللي تحدثت عليهم. اما بالنسبه لرياض محرز، العديد منكم اتصل بي البارحه عبر الخاص وقال لي مؤمن نريد رايك في هذا اللاعب. نعم، يبقى لاعب
رياض محرز أحسن لاعب جزائري ينشط الآن حاليا في أوروبا. ترون أنه هو بأربعة أهداف أو 4 أهداف، هداف فريقه، تمريرة حاسمة، أداء جيد. المباراة الأخيرة مباراة مغلقة، تعرفون جيدا النزعة ويعني الند الكبير اللي كاين بين مان يونايتد ومان سيتي، ولكن رياض كان وراء الفرصتين الحقيقيتين التي خلقها فريق مانشستر سيتي، تضييعه للهدف. أريد أن أكلم أناس يفهمون كرة القدم، من فضلكم لا عاطفة ولا أي شيء. تعرفون أن ديخيا قوته في غلق المرمى تاعو بطريقة ممتازة، ما خلاله حتى الزاوية للقذف باش يجيبها رياض داخل الشبك. لازم تفهموا البالون يا خوتي. احنا لمنا محرز لما كان على الجهة، تعرفوا هو ما يلعبش باليمنى، يلعب احسن باليسرى، قد ما يرجع باليمنى عاود رجعها اليسرى باش يبلاصيها له، لقى كلش مغلوق، غلق له مليح، حب يجوزها تحت رجله. رياض محرز لمناه لما ضيع اكسونطري، وما لمناش دي برين اللي كان اون فاس لي بور ماها في السما، ما عليناش. ولكن هل كان رياض هو اللاعب الأسوأ في المهاجمين تاع المان سيتي؟ لا مستحيل، مستحيل يا جماعة. ستيرلينغ كان أضعف منه، خيسوس كان أضعف منه، كان على المدرب غوارديولا عنده حساباته، ربما أراد ربما أن يعطي فرصة لفطوريس، ولكن صعب جدا تخرج ستيرلينغ بكل صراحة. ستيرلينغ صعب جدا باش تخرجوا إنجليزي، الصحافة الإنجليزية. هذه هي كرة القدم يا جماعة، ولو أن البعض ربما قد يتهمني بالعاطفة، ولكن هذه هي الحقيقة. فيما يخص لاعب نبيل بن طالب تحدثنا كثيرا، شفنا وقفة الناخب الوطني وزملائه والشعب الجزائري ووفاق سطيف بالأخص، الذين يعني داروا لافتة فريمون، يعطيهم الصحة، تبارك الله فيكم. ما جاتنيش يعني على عبد الله معمر، نعم سوداني، الحمد لله سجل اليوم ما شاء الله، يعود كذلك، أتمنى له كل النجاح إن شاء الله في قادم مباريات. كذلك راني لاحق المحترفين أخي، راني جاي. نتحدثوا على نبيل بن طالب، قلنا نبيل بن طالب عاش مشكلة كبيرة، البعض يتهمه بالصبي المنرفز الغير منضبط. يا جماعة صعب جدا لما تكون لاعب موهوب ولاعب واعد وعندك مؤهلات كبيرة باش تكون لاعب كبير ذو مستوى رفيع، ممكن تلعب في التوب 5 تاع أحسن الأندية الأوروبية، تصيب روحك تعاني مع شالك، هذا صعب جدا. ولكن ابعادوا عن المنتخب الأول. هل نبيل بن طالب دائما ضحية مسكين؟ هل نبيل بن طالب يستاهل ذلك الكلام الذي قاله عنه فرانت؟ خلينا ما نزيدوش كما يقول لك الزيت على النار، ولكن بيسك سقسيتوني عليه نجاوب بكل صراحة، ما يستاهلش. وضعية شالك قبل رجوع بن طالب كانت كارثية، بعد رجوعه كانت كارثية، وحتى بعد ذهابه هي كارثية. إذن لا يجب التحجج بلاعب أو بأصول لاعب أو بسلوك لاعب واحد فقط أن هو سبب، هو أمين حارت ليرجعوا الفريق ما يمشيش وما يدورش. لا، جميع لاعب يلعب في المستوى العالي ما يحملش يكون في البنك، هذه معروفة. ولكن وضعيته الآن في الميركاتو إن شاء الله راح يروح بإذن الله، قولوا لكم بإذن الله بن طالب سيذهب في الميركاتو، ومساندة جمال بالماضي أضعف الإيمان بالقلب. نحن كمسلمين أضعف الإيمان أخوك يتسب بهذه الطريقة بعروقه بأصوله هكذا وبوضعيته الاجتماعية لما كان صغير، أضعف الإيمان أنك تسانده بالقلب، ولكن أحسن يعني بالعمل أو يعني بالتدخل كما تدخل الناخب الوطني جمال بالماضي، وهو مشكور على ذلك، أنه قال بصريح العبارة نساند هذا اللاعب، وسوف ترون إن استرجع ليقته صدقوني أن بن طالب سيكون في مارس. والله لو يكون في فورمة جيدة بالماضي لن يتخلى عليه، سوف يثبت للجميع أن هذا اللاعب قادر يكون تحت تصرفه وفي مجموعته، وراح يكون عنده الأثر
اللي أثر على محرز باش رجع يلعب هكذا في المنتخب راح يأثر عليه بإذن الله، لأنه بن طالب ليس شيخ، مازال قادر يمد المنتخب الوطني. وأنا أرى أن جمال بلماضي لديه وصفة ليسترجع هذا اللاعب، ولكن بن طالب عليه أن يعمل. هذه نعطيها لكم رسميا، رسميا جمال بلماضي رجع بن طالب في مخططاته، وسوف يعطيه الفرصة إذا بن طالب عاون روحه. كاش يعاون روحه بن طالب لازم يخدم ويجيب بلاصتو وين يكون يلعب، ويلعب مليح باش هكذا كي يرجع للمجموعة ما يرجعش كما نقولوا احنا بالعامية سوسيال، يرجعوا بإمكانياته وقادر يجيب، خاصة قادر يجيب الإضافة لزملائه في المنتخب الوطني. فهمنا يا جماعة؟ المهم تحدثت عن بالعمري يا زميلي درار جاسابر، قلت أنه في فريق كبير مدافعين كبار شفناهم اليوم. 40 دقيقة غير كافية للاعب بطل إفريقيا ولاعب منتخب الوطني، عندك الحق، ولكن إن شاء الله نتمنى خروج كذلك إسلام سليماني من ليستر. أتمنى خروجه هذا الشتاء، لأن إسلام صحيح لاعب أعطى كثير المنتخب الوطني، لاعب يحب المنتخب الوطني، يلعب بقوة وبكل شراسة في المنتخب الوطني. رأيناه أنه يعاني جمال بلماضي بكل صراحة. لا أظن أن ناخب وطني آخر كان يعطيه الفرصة كما اعطاها له جمال بلماضي بكل صراحة. لما تشوف لاعب تقريبا 4 أو 5 شهور لم يلعب ويستدعيه لكاس إفريقيا، أعطاه أكثر من فرصة، أصبح بطل إفريقيا، رجع مع موناكو، عاود ردوا استعملوا في مباريات كاحتياطي. وشفنا أن جمال بلماضي قالها بصريح العبارة: أريد مساعدة إسلام سليماني لتحطيم رقم عبد الحفيظ تصفاوت رياضيا، هذا بكل روح رياضية. ولكن إسلام عليه أن يفهم أن المنتخب الوطني فيه تنافس كبير، تنافس كبير بكل صراحة. ما تشوف درفلو وشو يدير في هولندا مع فيتاس أرحام في المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، يسجل أهداف حاسمة. اليوم داروا 1-1 هو سجل. تشوف لما المباراة الأولى ربحوا 1-0 هو سجل هدف حاسم. ما يقدرش يغلق الباب على شبان راهم يطرقوا في باب المنتخب الوطني. تحدثنا على بالعمري. أراني معك عبدو صحيح ضيع كثير من الوقت، وهذا لتعنته، تعنت شوية تاعو. بالنصر قلت لك عبد الحفيظ صفاري، عبد الناصر سوف يجري الفحوصات غدا إن شاء الله. تبدو أن الإصابة ليست خطيرة، ولكن كما نقولوا احنا ستين سيريوس بليسير. إن شاء الله 3 سمانات ولا ما يكون غير الخير. نستناو نتائج الفحوص غدا إن شاء الله. المهم إن شاء الله بربي هو راه مليح، الغدوة إن شاء الله يكون أحسن. نتمناو إن شاء الله، نتمناو بالناصر. ما زال مواد مارس راهو بعيد المنتخب الوطني، ولكن نحتاج يرفع من قيمة اللاعب الجزائري خارج الوطن وخاصة في أوروبا. نتمنى أنه ما تكونش أكثر من 3 أسابيع. غدا إن شاء الله راح تكون عندنا أكثر. يوسف البلايلي هدرنا عليه ياسين، ولكن راح نعاود لك ياسين معليش. قلنا يوسف البلايلي بسم الله ما شاء الله، 4 مباريات 6 أهداف، تمريرتين حاسمتين، ما شاء الله. هذا هو يوسف الذي نريده، هذا هو يوسف المقاتل المحارب الذي لديه إمكانيات كبيرة. يا يوسف لو تعلم أنك قادر تلعب في أكبر البطولات الأوروبية، لو تعلم أنك قادر تكون بين 10 أو 20 أحسن لاعب في البطولات الأوروبية، لو فقط خرجت مبكرا وصبرت في فرنسا كما راه صابر اللاعب فريد الملالي. إن شاء الله يكبر في راسه ويولي كما يقولوا يزيد ينضج أكثر، ونتمنى له بإذن الله العودة القوية والسريعة للاعب فريد الملالي الذي يلعب بعض المباريات مع أونجي تدريجيا يعود إلى فورمته. أتمنى إن شاء الله يولي أكثر وأكثر. بالحاج تاع السن، بالحاج رغم تقدمه في السن يبقى من أحسن اللاعبين الجزائريين الذين مضوا على المنتخب الوطني. ظاهر أيسر عصري ما شاء الله، اختار قطر والسد الصغير مبكرا، والحمد لله. رغم هذا ما زال يلعب وعنده قيمة كبيرة. نعم كازورلا 8 جولات 7 أهداف، والبلايلي 4 مباريات 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين، بسم الله ما شاء الله.
والله ما شفتو رحماني تاع مالاقا، قالوا لي والله مازال ما شفتوش. انا نتمنى عودة بن خماسة كذلك اللي يلعب معاه. او اس اس سيدو بوصوف بربي ان شاء الله راه يخدم، راه يطور في امكانياته البدنيه. تعرف ان رتم المباريات في اوروبا ليست هي رتم المباريات في الجزائر. العمل البدني ليس هو العمل الذي تلعب به في الجزائر. وان شاء الله نتمنى له بالخف ينضج كما يقولوا تكتيكيا، وتكون عنده الفرصه باش يتالق، لان الفرصه لهيك ما يمدوها لكش، انت اللي لازم تسرقها. بوصوف اذا راك تسمع، الفرصه في اوروبا تبقاش تقول له حقرني ما عطانيش، انت تجبدها الفرصه تنحيها له. شوف رياض محرز كيف يحرج بيب غوارديولا في العديد من المرات. شوف بن رحمه كاش حرج دافيد مويس وعول عليه، رغم انه قال انا لست معول عليه في هذه المرحله الاولى، ولكن الضغط الجمهور وضغط الصحافه والاختصاصيين قالوا بن رحمه لا يستطيع ان لا يعتمد عليه مويس لانه الاحسن تقنيا. Là, là, Amin, Amin, non, 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 vous faites erreur. Jamel Belmadi, excellent coach, il a une très très bonne relation avec les Algériens, avec les locaux. Si ce n'était pas le cas, tout ce qui est des aides, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Il a une bonne relation avec la Fédé, il a une bonne relation avec une grande partie des journalistes, il a une très très bonne relation avec les joueurs locaux comme Attal, comme Belamri, comme Bounjah. Non, il faut pas dire n'importe quoi, Amin. Amin KHL, s'il vous plaît. Merci. لا مستحيل، لا أظن أن غوارديولا سوف يعطي الفرصة لأي لاعب أن يغادر في الشتاء. سيبقى في السيتي أكيد. عودة غلام هدرت عليها وليد إسماعيل، عودة مشجعة، ونتمنى له إن شاء الله يصبح يرجع بأكثر قوة بإذن الله. العدواني مصطفى هدرنا عليها، عودوا لي شوية اللور تصيبها، هدرنا جيد عليها. قلنا محمد الامين بوزياني هدرت عليها، زيد رجع شويه برك كذلك. احمد توبه بارك الله فيك. شياب بارك الله فيك. احمد توبه ربي ينورك خويا ربح، ربي ينورك خويا ليس. احمد توبه كذلك في تقدم جيد، في تحسن رهيب. بصراحه هذا اللاعب ان شاء الله اذا كمل هكذا حتى المواد مارس، لانه الان تعرفون ان المتربص القادم مازال بعيد، نتمنى له ان شاء الله يزيد يعمل اكثر، لانه فيه مديوب الذي ادى مباراه كبيره اليوم امام بورتو، جليل مديوب، فيه اللاعب خاسف الذي ادى مباراه كبيره. يعني احمد طوبه في تنافس كبير مع لاعبين جيدين، توغاي بدران، ما تنساوش عندنا لاعبين كذلك، عبد القادر بدران مش نكروه كذلك. وان شاء الله اتمنى ان يتالق كل لاعبينا، وكل المنتخب الوطني ان شاء الله يكون في احسن يعني ان شاء الله يكون في احسن احواله في مارس المقبل، وراح يكون فيه لاعبين جدد ان شاء الله راح يستعملهم جمال بالماضي ويعطيهم فرصه للعب للجزائر. وسوف نتكلم على هذا اللاعب الذين تريدون الأخبار على أمين قويري قريبا إن شاء الله. سوف يكون الخبر على أمين قويري. نعم اللاعب الوطني يعمل وش لازم، ونستناو إن شاء الله الأمور كيف راح تسير من المواد مارس إن شاء الله. جمال بالماضي يريد أن يبدأ تصفيات كأس العالم، وهو يعني مركز على التشكيلة الموسعة الكبيرة اللي يقدر يعول عليها باش يروح معها لقطر. أتمنى لكم ليلة سعيدة وسهرة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اللايف عملته في خاطر الشباب الكثير اللي بعثوا لي على الخاص، كنتم يعني والله العظيم غير كثير، وسمحوا لي الله غالب كنت مريض، والعمل تاعي ما يسمح ليش أن أكون دائما أن أبرمج مثل هكذا لايف، ولكن أقول لكم شكرا، إلى اللقاء وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله.